بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ بقى نعمل الكعك ونعمل البيتيفور والحاجة بتاعت العيد الجميلة ديت، واحدة واحدة كده، وهنعملهم مع بعض بإذن الله. ان شاء الله المقادير تبقى مظبوطة، وبإذن الله مفيش حاجة تبوظ منك. شايفة ده كده الكحك اللي مهما عملنا بالطرق الجديدة بنرجع له تاني. الكحك الدايب بتاع السمنة المقدوحة بتاعت ماما وجدتي، ربنا يدي ماما الصحة ويرحم جدتي يا رب ان شاء الله. دي الطريقة اللي دايما بنرجع لها مهما غيرنا. بصي النقشة زي ما هي، والكعكاية دايبة ومستوية وحاجة كده زي الفل. انا هعمل 3 كيلو من الدقيق. ال3 كيلو دول المقادير بتاعتهم بقى اللي هستخدمها لهم سمنة وخميرة زي ما انت شايفة كده بالظبط. في كوباية على جنب هحط كوباية من المية الدافية، هضيف عليها 3 معالق ممسوحة خالص، كبيرة بس ممسوحة من الخميرة، وعليها معلقتين من السكر، سكر حبيبات او سكر بودرة، اي حاجة متوفرة عندك مش هتفرق. احنا بس بنحط السكر علشان ننشط الخميرة، وهنقلبهم وهنحطهم على جنب كده لحد ما نشتغل في الدقيق بتاعنا. انا بحب السمسم في الدقيق وفي الكعك، فانا هنا هحط لكل كيلو دقيق 3 معالق كبار سمسم. برضو السمسم هننزل عليه بالسمنة المقدوحة، فمش هيفرق حتى لو سمسم مش محمص، مفيش اي مشكلة. في الوقت ده انا حاطه السمنة على النار. طيب انا ليه بعمل 3 كيلو؟ انا مش عندي ميزان وعايزة اوزن السمنة بتاعتي بالظبط. فانا بجيب علبة السمنة اللي هي كيلو ونص، دي بتبقى صافي، كيلو ونص صافي، تمام. بضيف عليها 3 معالق بس سمنة تاني، وكده يبقى انا ضفت لكل كيلو سمنة 550 جرام، لكل كيلو دقيق 550 جرام من السمنة، تمام. شايفة الخميرة بسم الله ما شاء الله جنبي خمرت وبقت زي الفل. طيب انا حطيت بقى على الدقيق ايه؟ حطيت على الدقيق 3 معالق من السكر البودر، او 4 معالق مش هتفرق معاكي خالص. حكايه السكر دي ممكن ما تحطيهاش خالص كمان. وهنحط شعره كده من الملح، وكمان هضيف ريحه الكعك. انا بحب الريحه اللي هي في الازايز، اللي هي ريحه الموز دي. بصراحه جربت اجيب الحاجات اللي هي البودر والكلام ده، لكن برجع لريحه الموز تاني، هي اللي بتحسسني ان انا باكل كعك بصراحه، ما بعرفش اغيرها. هنا انا حطيت 3 ازايز من ريحه الموز، وزي ما انت شايفه كده قدحت السمنه لحد ما بصي تحطيها على الدقيق تلاقيها كده بتفور الدقيق معاكي، تمام. هفضل بقى بصي الدقيق او الكعك بالذات بيتبس مش بيتعجن، لان انت لو عجنتي هتطلعي الجلوتين بتاع الدقيق، وكده هنحوله لحاجه تانية خالص، هنعمل عيش بقى، فمش هينفع غير ان هو يتبس ما بين ايديكي كده تبسيه. وبعد ما تخلصي خالص وكله يتغلف بالماده الدهنيه، هتبداي ان انت تضيفي الخميره بتاعتك. وبعد ما تضيفي الخميره بصي مفيش بقى اللي هو ايه، ان احنا ندي بالبوكس كده للدقيق والكلام ده، لا خالص. يا دوب بتبسيها بس وتلمي العجينه بتاعتك بعد ما تضيفي الميه. لو حسيتي ان السمنه زياده شويه ما تقلقيش، هي مش زياده ولا حاجه، مجرد ما بتحطي الميه بتتلم معاكي، لان الميه اساسا زيادتها هي اللي بتخلي الكعكية معاكي تبقى فيها قطمة شوية، ما تبقاش ناعمة. فعلشان كده حتى مش بنحاول ان احنا نزود من المية. لكل كيلو انا بحط حوالي نص كوباية من المية بس. بعد كده بتمسكيها تجربيها في ايديكي، لقيتيها تمام وش ما شققتش كده تشتغلي بيها. لو لقيتيها شققت قدامك حاجة من الاتنين، اما انك انت تضيفي معلقة بمعلقة مية، او انك انت تضيفي تسيحي 3 4 معالق من السمنه وتضيفيهم على الدقيق بتاعك، هتبقى زي الفل. وخدي بالك ان واحنا شغالين دلوقتي انت هتحسي ان الكعكايه في ايدك ناشفه، لا، هي السمنه حتى مهما كانت مقدوحه وانت شغاله اثناء الشغل الجو بارد، فهي بتجمد معاكي جوه الدقيق. ما تقلقيش خالص، لان طبعا لما بتدخل الفرن بترجع تاني زي ما كان. طيب هنا انا ما زودتش خميره، يعني في ناس بتحط لكل كيلو معلقتين خميره. طب
كده يعني هي هتخمر قوي والنقشه هتختفي تماما. يبقى انا بحاول ان انا بحط معلقه ممسوحه بس من الخميره علشان النقشه بتاعتي تفضل زي ما انت شفتي كده في اول الفيديو، زي ما هي، زي ما انا هعملها، سواء بالبصامه او بالمنقاش او بالمكبس، تفضل زي ما انا عملتها بالظبط. خدي بالك بقى وانت بتشتغلي ان انت ما تسيبيش العجينه بتاعتك مش متغطيه، سواء هتغطيها بكيس بلاستيك او هتغطيها زي ما انا مغطيها كده بالحله، بحيث انها ما تنشفش منك وانت شغاله. هنا بقى انا بعملها بالمنقاش. طبعا يعني احنا كلنا يعني انا عارفاكم ان انتوا اساتذه في حكايه نقش الكعك دي، هي بس احنا كنا عايزين نظبط حته السمنه والمعيار بتاع الدقيق، وكده يبقى الكعكه هيطلع معاكي بسم الله ما شاء الله من السنه للسنه، تفضل معاكي الكعكايه دايبه وفي منتهى الجمال وريحتها ترد الروح. شايفه كده قبل ما يدخلوا الفرن، اول ما هتدخل على 215 دقيقه بصي بتاخد لون كده. انا بحب ان انا ازود اللون بتاعها شويه عشان احس بيها انها متحمصه كده من جوه، وولادي زيي بيحبوا الطعم دوت. فانت لو عايزاها تطلع فاتحه شويه بتقللي يعني اقل من 15 دقيقه، تبصي عليها كده وتشوفي الكعكايه بتاعتك، وحاولي تخلي القطعيه بتاعتها صغيره زي ما انت شايفه كده، قطمتين، هتستوي معاكي في الفرن وهتبقى زي الفل. مش ظريف خالص ان الواحد يمسك الكعكايه ويفضل رايح جاي بيها مرتين ثلاثه بياكل فيها، هم قطمتين حلوين قوي. بصي دي اللي عملناها بالمكبس، وفي كمان اللي عملناها بالمناقيش، كلها بعد ما طلعت بصي زي ما هي، زي ما انا عملتها، دخلت الفرن زي ما طلعت في منتهى الجمال. وبس كده، ديت المقادير بتاعت الكعك بتاعي، وان شاء الله هتعجبك جدا وهتطلع معاكي مظبوطه جدا. الخامات غاليه ومش عايزين ان احنا نهدر في حاجه، ان شاء الله هتعمليها وهتدعي لي. مقادير على الشعره. وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يحسن ما بين ايديكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات، باذن الله يوصل لك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.